الصدق هو أن تقول الحق في وقت لا ينجيك إلا الكذب. هذا هو الصدق الحقيقي. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بالصدق ولو قتلك. والذي يفهم المعنى الحقيقي لهذه الفضيلة يعلم أن النجاة دائما في الصدق، والصادق يعيش في طمأنينة ولا يقلقه ضعف الذاكرة. أما الكاذب فيعيش في ريبة وقلق من اكتشاف كذبه. يقول الحكماء: الصدق مطية لا تهلك صاحبها وإن عثرت به قليلا، والكذب مطية لا تنجي صاحبها وإن جرت به طويلا. لذلك تحلوا بالصدق، ولا تدعوا أي شخص أو موقف أو خوف يؤثر على صدقكم. ورغم أن الصدق والصراحة قد لا تكسبك الكثير من الناس، ولكن تأكد أنها ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم. فما أحسن الصدق في الدنيا لقائله، وما أقبح الكذب عند الله والناس.